السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. صلوا على النبي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. النهارده قلت اعمل معاكم اكله حرشه كده. طلعت المكرونه والعدس وقلت اعمل كشري مصري. حطيت انا حله على النار فيها شويه ميه تغلي مع شويه ملح، وهنزل بقى المكرونه، مش هحط اي زيت. انا قاعده شويه حمص بتوعي كده شويه صغيرين، واغسل شويه عدس، بجيب بقى العدس اصفر برضو. وقطعت هنا بصلايه كبيره كده، حطيت عليها شويه دقيق وشويه كمون وشويه ملح. هنا المكرونه كانت خلاص قربت تتسلق معايا. طبعا تعمل الكمية اللي انت حباها. الكشري كلته وعاوزة انام. حطيت هنا طاسة على النار فيها شوية زيت حلوين كده عشان هستعمله لكل الوصفة بتاعتي. وبدأت بقى انزل بالبصل، هقلبه كده كويس لحد ما يتحمر معايا. والمكرونة كانت خلاص اتسلقت، هبدأ اطلعها. البصل اول ما يتحمر معايا كده هبدأ اطلعه بسرعة، مش عاوزاه يغمق، لان كل ما اسيبه بره كل ما بيغمق. هبدأ بقى في نفس الحلة المكرونة دي اغسلها واحط فيها شوية مية، واجيب جزراية وبصلاية وقرن شطة كده وطماطمية كبيرة وبصل، واقطعهم واحط عليهم حبهان، واحط عليهم ورق لورا وشوية ملح وشوية فلفل اسود واسيبهم يغلوا. اول لما يغلوا هنزل بالحمص بتاعي واحط شوية ملح، واسيبه بقى طبعا كل لازم تبقى قبلها فترة كده عشان ما ياخدش معاك سوا كتير. واغطي عليه بقى ياخد غلوة، وهدي عليه النار خالص. الصلصة بقى هنقص شوية زيت من دول، وهبدأ بقى اجيب حوالي كيلو طماطم كده بقطعه، واحط عليه بصلاية، واحط عليه توم، واحط عليه شطة في الخلاط، وابدأ انزل بيه على النار، واحط كيس صلصة. بصوا اهو هضربه بقى في الخلاط، وابدأ انزل بالطاسة بتاعتي. طبعا الطماطم حاساها مش حمرا قوي، ابدأ ازودها بقى بابريكا، وازودها صلصة، واحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود، واحط عليها مكعب مرقة كده حلو معايا. بصوا ما شاء الله، اقلبها بقى كويس كده مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده الصلصة، واسيبها بقى تتسبك، وبعدين احط عليها شوية بهارات كشري. هبدأ بقى اعمل الدقة في الخلاط، احط رستهم كده مقطعة، واحط كوباية خل وكوبايتين مية، نحط شوية كمون وشوية ملح، واجيب كده 3 4 ليمونات اعصرهم كده في طبق وافضهم عليه بعد ما اعمل دي في الخلاط. والشطة عشان اعملها هاخد معلقتين صلصة لما تتسبك على معلقتين زيت من بتوع البصل، معلقتين صلصة على معلقتين زيت على شوية شطة كده، وهزودهم بمية الحمص بتاعي، واقلبهم كويس كده مع بعض. بصوا اهو هبدأ بقى احط الليمون ده على الخلطة اللي انا عملتها في الخلاط، ودي كده الدقة بتاعتي. عاوزة بقى اعمل الرز بتاعي، احط شوية حلة على النار فيها شوية زيت، هبدأ انزل بنص او ربع كوباية شعرية كده حسب الكمية، وهبدأ انزل بشوية رز وعدس اصفر على عدس بجيب مغسول كده. هدول دوب شوية، احط عليه شوية كمون وشوية ملح، ريحته حلوة قوي كده. وهبدأ بقى انزل بالمية بتاعتي، اعلي على النار، او لما اشوف الماء هدي عليه خالص. بصوا الحمص كان خلاص جاهز معايا، والمكرونه بقى هقوم حاطه على نقطه زيت كده من اللي باقي عندي برضو، بتديها طعم حلو قوي. بصوا ما شاء الله. وهو هاخد بقى معلقتين زيت على معلقتين صلصه على شويه شطه على شويه ميه من بتاعه الحمص دي، واعمل الشطه بتاعتي. وانا خلاص المكرونه جهزت، والرز اهوت، والصلصه والحمص والبصل، ما شاء الله كده جاهز كل حاجه. الصلصة كانت خلاص قربت خالص، احبها تنشف. بس ما شاء الله بعد ما غرفنا الاكل كان زي العسل. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم، متنسوش تصلوا على النبي.